لآخر خطوة من خطوات الكيوب، وهي الطبقة الأخيرة. زي ما اتعلمنا في الجزئين الأول والتاني إن أول طبقتين خلصوا، دلوقتي هنتعلم الطبقة التالتة تخلص ازاي. أول حاجة، احنا عندنا حاجة من 3 حالات. هي بنبص أول حاجة للأربعة الإيجز، 1 2 3 4، وبناء عليها بنحدد احنا في حالة ايه. هنا الأربعة الإيدجز فاضيين، وبالتالي هنا الدوت بس، فدي حالة اسمها الدوت أو النقطة. هنا بنبص الأربع 2 إيدجز فاضيين و2 إيدجز مليانين، فدي حالة اسمها الدالة. هي عشان ال2 إيدجز جنب بعض. أما اللي هو 2 إيدجز قصاد بعض زي كده، هيبقى حالة اسمها الماينس. تمام. دلوقتي عندنا الدوت دي، بنعمل الجوريزم معين هنحولها لحرف الدال، وبعد كده حرف الدال ده هنعمل الجوريزم معين، نفس الالجوريزم اللي احنا عملناه هنا هيتحول للماينس. وبعد كده الماينس هنعمل نفس الالجوريزم اللي احنا عملناه في الاتنين اللي فاتوا، وعشان نحوله للبلس اللي احنا النقطة اللي عاوزين نوصل لها. نبدأ مع بعض حالة الدوت. نمسكها كده، نعمل اف ار يو ار برايم يو برايم اف برايم، هتلاقيه انه اتحول لحالة الدال. حالة الدال بالظبط زي الحالة اللي هنا. في حالة الدال بنمسكها كده بحيث ان الدال تبقى باصة لفوق على الشمال بالمنظر ده، ونعمل اف ار يو ار برايم يو برايم اف برايم، هنلاقيها اتحولت للماينس زي الماينس اللي هنا ده. وبعد كده نمسك الماينس يبقى واقف كده مش كده، لازم يبقى كده. بعد كده نعمل اف ار يو ار برايم يو برايم، هيتحول للبلس اللي احنا عايزين نوصل له. في حالة البلس دلوقتي هنبدأ نبص للقطع الأربعة الجناب، هنا وهنا وهنا، لكن اللي في النص كده كده هما مليانين أصفر، فهنبدأ نبص للأربعة الجناب. يا إما عندنا طبعا حاجة من 3 حالات، يا إما مفيش ولا واحدة محلولة من الأربعة الجناب، يا إما في 2 محلولين و2 لأ، يا إما واحدة فقط و3 لأ. الحالة فيهم اللي عايزين نوصل لها هي الحالة دي، إن هو يكون بالشكل ده في قطعة واحدة محلولة. وعشان نوصل لها لازم نمسك واحد واحد من دول بالشكل ده. أولا اللي هو مفيش خالص، أو مفيش ولا واحدة محلولة غير مفيش ولا واحدة محلولة الجناب، نمسكه بحيث واحدة لونها أصفر تكون قدامنا على ناحية الشمال في الشكل ده. هنا نبص كده نلاقي هنا واحدة قدامنا ناحية الشمال. هنعمل الالجوريزم ده مع بعض. R U R prime U R U2 R prime، هنلاقي ان هو اتحول للحالة اللي هي موجودة عندنا اللي هي فيها قطعتين محلولين. نمسك الحالة اللي فيها قطعتين محلولين، نخلي واحدة على شمالنا، ونعمل R U R prime U R U2 R prime، هنلاقيها انها اتحولت للحالة اللي احنا عاوزينها. وبعد كده نمسك الحالة اللي احنا عاوزينها، نعمل R U R prime U R U2 R prime. طبعا الحالة اللي احنا عايزينها بنعملها وتكون القطعة دي قدامنا فوق على ناحية الشمال. ما بنحتاجش ان احنا نخلي قطعة زي دي كده من تحت، لا بنحتاج ان هي تبقى من فوق بالشكل ده. يا اما تتعمل زي ما احنا شفنا على خطوة واحدة ويبقى الطبقة اللي فوق خلصانة، يا اما زي هنا كده نخلي دي على شمالنا قدام، بعد كده R U R برايم U R U2 R برايم، هتلاقيها نفس الحالة تاني، ناخدها قدامنا
بالشكل ده، ونكرر مرة كمان R U R برايم U R U 2 R برايم. هنلاقي ان الطبقة خلصت بالشكل ده. بعد ما خلصنا الاصفر اللي فوق هنبدأ ان احنا نظبط الجناب. اول حاجة في الجناب هنبص عليها هي الاربعة الكورنرز. هنشوف الاربعة الكورنرز، احنا عايزين نلاقي 2 كورنرز جنب بعض زي بعض او نفس لون بعض. هنا نبص كده، هنا احمر وهنا اخضر يبقوا غلط، هنا ازرق وهنا اخضر يبقوا غلط، هنا احمر وهنا ازرق يبقوا غلط، هنا برتقاني وهنا برتقاني يبقى دي صح. نخلي القطعتين اللي شبه بعض دول ناحية فوق بالشكل ده كده، ونخلي الاصفر في وشنا، ونطبق ايه الخوارزمية دي. هنلاقيها اتحولت للحالة اللي هي هنا عندنا، اللي هو الجناب الأربعة محلولة بس القطع المنتصفية لأ، اللي هي القطع الإيدجز. ناخدها بالشكل ده بحيث إن هي تبقى في مكانها. في حالة عندنا إن إحنا ممكن نبص على الأربع أماكن منلاقيش ولا لون زي بعضه خالص. في الحالة دي هنمسكها من أي ناحية تعجبنا، ونخلي برضو الأصفر في وشنا، ونطبق نفس الخوارزمية. وبعد كده نبص تاني، هنا مفيش هنا مفيش، نلاقي إن بقى في عندنا قطعتين زي بعض، نجيبهم على لونهم ونخليه بالشكل ده، ونطبق نفس الخوارزمية كمان مرة. نلاقي إن عندنا القطع اللي في النص لسه فاضلة، وقطع الجناب كلها اتصلحت. آخر حاجة الأربعة اللي في النص دول يتعدلوا في المكعب. عندنا ليها 3 حالات. أول حالتين منهم بيبقى جانب كامل محلول من ناحية بالشكل ده، وبعد كده عندنا 3 قطع عايزة تتبدل. والحالة التالتة عندنا الأربع قطع عايزين يتبدلوا مكان بعض. في أول حالتين دول الاتنين زي بعض تماما، بس الفرق إن القطعة اللي هنا مكانها يبقى هنا ناحية اليمين، القطعة اللي هنا مكانها ناحية الشمال. نبدأ بأول حالتين إن اللونين بتاعهم مختلفين، واحدة يمين واحدة شمال. نبص هنا، اللون الأساسي اللي قدامنا لون أحمر. أحمر ده مش هنا، لكن الأحمر هنا، هيبقى عينينا على الأحمر ناحية الشمال. نعمل كده قدام مرتين، بعد كده ناخد اللون الأحمر ده هنا، بعد كده ننزل باليمين والشمال، بعد كده نبدلهم مكان بعض، بعد كده نطلع باليمين ونطلع بالشمال، ناخد الخط الأبيض ده قدامنا، وبعد كده قدام مرتين هنلاقي إن المكعب كله اتحل. في الحالة التانية نخلي برضو الناحية المحلولة ناحية ورا، نبص هنا قدامنا البرتقاني، البرتقاني مش هنا، البرتقاني على يمنا. نبص كده نعمل نفس الخطوات اللي فاتت قدام مرتين، وبعد كده نشوف ناحية البرتقاني يبقى اب، بعد كده ننزل باليمين ننزل بالشمال نبدلهم، وبعد كده نطلع باليمين نطلع بالشمال، وبعد كده ناخد الخط الأبيض ده قدامنا، وبعد كده نطلع كده مرتين نلاقي إن الكيوب كله اتحل. الحالة التالتة عندنا مفيش ولا قطعة فيهم محلولة. دلوقتي كل اللي هنعمله إن احنا نمسكه من الوضعية دي ونعمل أي واحدة، سواء اليمين أو الشمال زي ما احنا عاوزين. نعمل قدام مرتين، ناخد يمين أو الشمال زي ما احنا عايزين،
وليكن كده. بعد كده ننزل يمين، ننزل شمال كده مرتين، بعد كده نطلع باليمين ونطلع بالشمال قدام أمام مرتين. نلاقي إن في قطعة عندنا اتحلت وتلات قطع، وادتنا حالة من الحالتين اللي كانوا عندنا. نبص هنا الأزرق قدامنا أهو، الأزرق مش هنا، الأزرق على يمنا. نبدأ إن احنا ننزل بتاع مرتين، نجيب الأزرق قدامنا، ننزل يمين ننزل شمال، نبدلهم، نطلع باليمين ونطلع بالشمال، نجيب السطر الأبيض ده قدامنا، نعمل كده، نلاقي إن الكيوب اتحل. شكرا ليكم. كده كده نكون اتعلمنا ازاي نحل مكعب روبيك. سلام عليكم، متنسوش لايك وسبسكرايب وفولو وكل حاجة.